السلام البنات من مطبخ وتدابير ميساء. جيتكم بهذه الوصفه الرائعه تاع لي ميني ساندويتش. هذه الوصفه اللي استعملت فيها العجينه السحريه اللي معتاده عليها، ما تخطينيش. هنا درت كاس تاع حليب، نص كاس تاع ماء، مغرف ونص خماره تاع الخبز، مغرف سكر. وهنا هذا لاستيوس اللي غادي نمدها لكم البنات اللي ترد لنا العجين خفيف، هي مغرف تاع خل ونص باكي تاع خماره تاع الكاطو. من بعد زدت ربع كاس تاع زيت وبياض بيضه، خلطت كلشي مليح. ومن بعد ضفت الفارينه، بالطبع ما ننسوش الملح. وراكم تشوفوا العجينه زدت لها مغرف تاع دهان وقعدت نلم فيها ونغطيها ونخليها تخمر. هنا البنات هبطتها مرتين، يعني طلعت عاود هبطها. العجينه ما تخلوهاش طريه بزاف وما تقصحوهاش، شكلتها كريات على خاطرش راني غادي نبردهم. هنا شوفوا البنات ملاحظه، بردتهم هنا على الطول كيما انايا ما يبغوليش الخبز يجي عالي. درت بردته يعني مليح. هناكم تشوفوا رققته ما من طاب جرقيق، يعني جا خاوي ثاني من الداخل. اللي ما يبغوش الخبز رقيق ولا ما يبردوش بزاف العجينه، نديروا هذه العمليه. ومن بعد نقلب العجينه تاعي يعني على وجهها هكاك، ونزيد نبردها شويه ونعطيها للعرض باش هنايا هذو لي ميني ساندويتش تاعنا يجوني عراض. ونخليهم يخمروا مليح للمره الثالثه، يعني زوج خطرات لي هبطنا العجينه وهذه المره الثالثه. هنا طليتهم بصفار البيض. نعطيكم ثاني ملاحظه باش يجيو المملحات تاعكم يلمعوا. صفار البيض ديروا له قرصه تاع الملح باش يجو هذيك اللمعه تاع المملحات. نروحوا للحشو. جبت لكم حشو رائع. هنا نص صدر تاع دجاج درت به، وقطع لي كميه لاباس بها. تبلت هنا الدجاج تاعي بالتوابل، راني حاطه عده وصفات في القناه ودرت معاهم حبه بيض كما راكم تشوفوا، وطحنت كما راكم تشوفوا هذاك الشيبس اللي ينباع تاع الميزان بذوق الجبن. وهنايا طحنته بالربع عادي وراني نرمد فيه. جربوه البنات هذه الوصفه تجي خير من لا شابلور، يجي مقرمش ويجي مليح. شوفوا هنا الخبز كي جا خاوي، وهنا الحشوه راني موجدتها. ها هو الدجاج تاعي داك نوري لكم البنات هنايا كي يخرج. شوفوا هنا راني مخلطه، كاين راني دايرته هذا، راني دايرته بال الشيبس هذاك اللي طحنته، وكاين هذا شوفوا تاع لا شابلور، تشوفوا الفرق راه باين. الوغ درت هذه السلطه ودرت لي فخيت وشويه فرomاج غابي من الفوق كديكور. الحشو كيما تبغوا، مي هذا انا عندي احسن حشو. في الاخير هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى تجربوها، راها سهله وبنينه بنينه بزاف. سيرتو الخبز يجي خفيف، وهذاك الدجاج اللي درته بالشيبس يعني رمته. فكره جديده ان شاء الله تجربوها. ما تنسوش تدعموا قناتنا للمزيد من الوصفات.